تشعرك بأن السودان كلها زرقاء. دقائق تعزف لنا أن النادي الأفريقي يعتبر بعض الشيء قاسي على جماهير نادي الهلال في هذه المواجهة. الرجل الحاضر من خلال هذا اليوم وضربة البداية الأولى نادي الهلال من خلال هذا اليوم وبلاعبين وبجلب محترفين يعتبر أسماء مميزة وأسماء على أعلى مستوى قادرة على صناعة الفارق. التسديد اللعبة الماضية الله على التهديد الأول يكون من هلال أم درمان. شوف الضربة اللي كانت حاضرة من خارج منطقة من خلال الفترة الماضية، هي كانت مساعدة ومساندة لهذا الفريق وهي اللاعب المهم، لكننا محاولة لعبة لمصلحة الهلال. من الأسماء المميزة في أرضية الملعب يحضر على مستوى البطولة الأفريقية وقادر على حصد النقاط والنقاط. كرة إلى الأمام، محاولة لعبة خطيرة التسديد الماضي. الله الله الله. الشباب واحد من الأسماء اللي كان عنده تجربة مع نادي سموحة المصري. الراية موجودة، قد يصل إلى الكاميرون، قد يصل إلى الكاميرون. محاولة تسديد والهلال عنده الشخصية. حان وقت الوصول للهدف الأول يا مكابي. يحاول مكابي، عدى مكابي، سدد مكابي. واحد لنادي الهلال والمواجهة الرابعة. لكن بعد هذه المحاولة عدت الكرة إلى بر الأمان إلى المباراة الموجودة في استديوهات وقنوات بين سبورتس. كان انتصار لنادي الهلال، أي نعم يعني تعتبر آخر مواجهة. يحاول الأمين بعرضية للقائم الثاني. الراسية ما زالت مستمرة عن طريق الحاضر محمد عبد الرحمن. عد محمد عبد الرحمن داخل منطقة الجزاء ومن ثم منتخب من أجل التصفيات الأفريقية القادمة. كرة تعود الناحية اليمنى، لمسة إلى أمام مكابي، لعبة للهدف الأول ولكن عدت الكرة الماضية. عدت الكرة الماضية من أمام محمد. كرة عثماني ديوف او محمد احمد، لمسه باتجاه طاهر او ابو عقله عبد الله بلعبه عرضيه داخل منطقه الجزاء. تعود مره اخرى الخاطئه بشكل متكرر. استعاده الكره للاعبي الهلال ما زال مستمر. محمد عبد الرحمن يحاول عد مهاري فنان خطير في هذه اللعبه. الله على هذه الكره، التسديده ومن ثم بان ما اروع هذه العصريه وما اجمل هذا الهلال قد يكون في قادم الدقائق بلعبه عرضيه للقائم الثاني، ولكن لم تجد السابقة. فهي قائمة تطول من لاعبين مميزين، لكن محمد عبد الرحمن ركلة جزاء خطأ في مكان مكابي لليبو. مكابي يبحث عن الهدف الأول. مكابي بتسديده ولكن الحائط البشري يبعد الكرة الماضية. سبت دودو، صديق منزل، والد الدين رحمة الله عليه، جكسة، عديد من الأسماء التي كانت حاضرة مع هذا النادي. لكن محاولة عدت بسلام أهل المصري، وبالتالي خسارة من خلال هذا اليوم. وداع للبطولة ونحن نقول بأن الهلال قادر على تحقيق الكاب في اللقطة الماضية. شوف اللعبة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، تسديدة قوية عدت راحت رافد من الناحية اليسرى. نقلة باتجاه دافيد يبحث عن عرضية، لكن إبراهيم هو على دور العرضية ومن ثم الماضي عليه المتابعة. لعبة خطيرة نامل بأن تمر بسلام. هذه المحاولة تسديدة وبقبضة اليد لعلي أبو عشرين. الحاضر في هذه الكرة هو صابرة حكم المباراة المغربي رضوان. تنفيذ لهذه الكرة بشكل سريع. لامين في محاولة، لامين باتجاه عبد الرحمن. الله 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 على الهلال. هلال أم درمان يظهر في أفريقيا. هلال أم درمان يظهر في أفريقيا من خلال هذا اليوم. نعم، الفرص الضائعة، الكرات الضائعة في هذه الأثناء تترجم لهدف الأول، تترجم بالهدف الأول. الهلال يسجل، الهلال يتقدم. هلال أم درمان يظهر في هذا اليوم. هلال أم درمان يظهر نوره في كل أفريقيا. دافيد استطاع بأن يتقدم، ودافيد استطاع بأن يسجل. محمد عبد الرحمن يا ولد على التمريرة، ويا عيني على الانهاء في اللقطة
الماضية. قام الهلال تب ونفض الريش، قام الهلال تب ونفض الريش من خلال هذا اليوم ومن الأمل من خلال الدقائق الماضية يترجم في الدقيقة 40 ولعب المواجهة. الهلال الذي قد يصبح قمر وقوف أمام مرمى الحارس الكاميروني. الاستعجال في العجلة دائما الندامة. لابد أن نركز في كل مباراة. أبو عاقلة في إبعاد الكرة، ممتاز أبو عاقلة، ممتاز أبو عاقلة. عبد الله الحاضر في هذه المواجهة. الله 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 على الكرة الماضية وحارس المرمى بخروج نادي القطن الكاميروني. شوف في هذه الكرة كان الاحتكاك من قبل مكابي لاعب سريع، امكانيات كبيرة جدا لهذا اللاعب الحاب. مكابي يعود لمساندة الدفاعات، ابعاد الكرة في القائم الاول مرة اخرى تعود لعناصر نادي القطن. الكرة الراسية ما زالت مستمرة. ابو عشرين يتصدى للعبة الماضية. ابو عشرين من قبل ابو عشرين لتسديدة قوية جدا كانت حاضرة في اللقطة الماضية. لعبة كرة بالراس تعود الى وسط الملعب. واسو تغيير اتجاه اللعب للناحية اليسرى من ملعب المباراة. تقدم للامام في هذه الكرة من قبل كوكولو البديل. لمسة محاولة تسديدة قوية والى ضربة مرمى. خلال هذه المجموعة نادي القطن الكاميروني من ابرز الاندية الكاميرونية ومن اقوى الانديه. كره الى الامام. طارق الطاهر يتقدم بهذه الكره. محاوله لعناصر الهلال. القائم الثاني فرصه موجوده. عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن يحاول. عبد الرحمن عدى في هذه اللعبه. محمد عبد الرحمن الناحيه اليمنى الباك اليمين في تشكيله نادي الهلال اللي صراحه ما شاء الله تبارك الله على اطهر الطاهر. كره عاليه راسيه خطيرة بعدها. ما عجبه، لم يعجب الشيء فولرنت في اللقطة الماضية. ما عجب فولرنت الارتقاء اللي عن السماء، لكن تقول له خطوة واحدة لكن عدى محمد عبد الرحمن في اللعبة الماضية. ركلة جزاء الضربة القاضية. الهلال من أجل الكرة الأخيرة، الهلال من أجل العزف على سيمفونية الانتصارات وسيمفونية الثلاث نقاط وسيمفونية صدارة هذه المجموعة. ما تكون حاضرة يا مكابي. فرحة اليوم دور الحبيبة يجب أن تكون موجودة. لا طالما هذا الهلال موجود. الموج الأزرق يتقدم بثنائية. نعم من كل الأحياء ومن كل أجزاء بلادي. أرفع راسك فوق وقول أنا هلالي. الهلال يتقدم بالثنائية. الهلال يصنع هدف ثاني عن علامة الجزاء عن طريق المتألق النجم مكابي ليليبو اللي يسجل الرابع أهدافه على مستوى البطولة الأفريقية يا مكابي. وضعها في زاوية للحارس جادين حارس المرمى التشادي. عاد ميلان خالي الوفاض من ميدان فيورنتينا بعدما خسر بنتيجة 2-1 على ملعب الفرنكي في الجولة 25 من الدوري الإيطالي. أحرز هدف فيورنتينا نيكولاس جونغاليس الدقيقة 49 من ركلة جزاء. لوكا يوفيتش في الدقيقة 87 بينما سجل ثيو هرنانديز هدفا صاروخيا للروسينيري في الدقيقة 95. فيورنتينا رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز 11 فيما تجمد رصيد ميلان عند 47 نقطة في المرتبة الرابعة.